بهذا الفيديو رح نبدأ نشرح معكم لعبة دلتا فورس للجوال. رح نبدأ نشوف فكرة اللعبة وإعدادات اللعبة وكيف تفعل الدبلجة العربية في اللعبة وكتير شغلات. بكل بساطة لما تدخل على اللعبة وتسجل حساب سواء كان بفيسبوك أو جوجل أو أي طريقة اللي سجلت فيها رح تفتح معك بهذا الشكل. رح تلاحظ إنه هي الواجهة الرئيسية شبيهة جدا بألعاب بوبجي وفري فاير، شبيهة جدا. بإمكانك من خلال النقر هون لتبديل الخريطة. رح تشوف إنه في أكثر من خريطة. خريطة الهجوم والدفاع هي الخريطة الأساسية أكثر شيء بهي اللعبة، اللي هي بيكون نص اللاعبين بالهجوم ونص اللاعبين بالدفاع. مطلوب من الهجوم انهم يحتلوا نقطة ورا نقطة، والدفاع مطلوب منهم انهم يدافعوا عن هاي النقاط. طبعا في اكثر من مود للعبة، في اكثر من طريقة. رح تلاحظ انه في مباراة مود جماعية، في مثلا التدريب الساحة الشبيه ببوبجي. في عندك كثير مودات، ولكن المود الاساسي اللي هو الهجوم والدفاع. بامكانك انك تختار وتحدد المود قبل ما تبدا انك تلعب. طبعا لاي حدا جديد باللعبة رح يبدا يجرب كل هالمودات. لما تختار المود انقر على حسنا، ولبدا اللعب انقر هون على جاهز، وراح يبدا يدخلك بسيرفر. انا ما راح ادخل اللعبة الان. راح نروح على خيار او زر الاعدادات الموجود بهذا المكان. لاحظوا عندي وضعين للعبه، وضع الحرب اللي هو فيه مود الهجوم والدفاع، وفيه مودات اخرى اللي شفناها قبل شوي، وفي عندي العمليات اللي هي قصه كامله للعبه بتلعبها، ولكن لازم تنقر هون تبدا تحملها. طبعا بتكون مثل ما ذكرنا قصه كامله بتبدا تلعبها من حدا ما عنده شيء لحد ما يصير معك طبعا قوه كبيره لها قصه، يعني هي اللعبه. فانت بامكانك انك تختار الوضع اللي انت بدك تلعب فيه، ولو بدك تختار وضع العمليات فانت بكل بساطه بتحمل هذا الوضع. بامكانك انك تروح هون على خيار اساسي لحتى تشوف الاعدادات الاساسيه للعبه، مثل خيار مساعد التصويب يعني التصويب التلقائي، تكبير المنظار بالتكيف آليا. راح تشوف انه في كتير اعدادات مهمه لازم تشوفها هون. لو نزلنا للخيار اللي بعده بالنسبه لعناصر التحكم، هي لتخصيص عناصر التحكم. راح تلاحظ انه في عندك دائما الحرب والعمليات، بامكانك انك تبدل عناصر التحكم على حسب الطور او المود اللي انت عم تلعب فيه، سواء كنت بالعمليات اللي هي القصه مثل ما ذكرنا، او عم تلعب بالحرب اللي هي يعني سيرفرات بتدخل لها مثل السيرفر الهجوم والدفاع. فبكل بساطه بتخصص الازرار التحكم. تختار اول شيء طريقه التصويب، وبعدها بتنقر على تخصيص لحتى تخصص كل الازرار مثل ما موجود ببوبجي وفري فاير تماما. بامكانك انك تخصص كل زر بزره لحتى يكون مناسب لطريقه لعبك. بعد تخصيص الازرار الان خلينا نخرج بهذا الشكل ونروح على خيار الحساسيه. نفس الشيء موجود عندك حساسيه اللمس بالبدايه، وايضا حساسيه الجيروسكوب. فلو بدك تعدل هي الحساسيات ليتناسب معك، راح تشوف انه في كل الخيارات اللي بدك اياها، من حساسيه اللمس، سرعه الكاميرا والمنظار وكثير امور، وايضا حساسيه الجيروسكوب. بامكانك انك تعمل اعدادات كامله لكل منظار على حده، يعني حسب المنظار. ولو رحنا على الخيار بعده خيار اللعب، بامكانك ايضا انك تبدل بين الحرب والعمليات دائما بالاعدادات من خلال هذا الزر يلي بالاعلى، وتشوف اعداد اللعب مثل الالتقاط التلقائي والتداوي التلقائي وما الى ذلك. فرح تشوف انه هي الاعدادات بتكون معك جوا اللعبه، مثل فرز العناصر ايضا تلقائي. لما تدخل تتطور باللعبه وتعدل هي الاعدادات. بالنسبه لخيار الاتصالات، بامكانك انك تعدل الرسائل السريعه من خلال هذا المكان. بامكانك انك تروح على الرسوميات والصوت لتعدل الرسوميات ودقه اللعبه. طبعا اللعبه بتدعم يعني 144 فريم تمام، ولكن على حسب هاتفك. وايضا بامكانك انك ترفع الرسوميات وتغير الالوان بالشكل اللي بيناسب قوه هاتفك. طبعا بالنسبه لخيار المركبات، بامكانك انك تعدل طريقه قياده المركبه على حسب ما بتحب. ايضا رح تلاحظ انه في امكانيه انك تعدل طريقه قياده المروحيه او الطياره الحربيه بالشكل اللي بيناسبك. رح تروح هون على مركز التنزيل لحتى تبدا تنزل الموارد، او تشوف الموارد اللي انت بدك تنزلها، وهل مسموح انها تنزل باستخدام شبكه هاتف المحمول. يعني لو كنت مفعل شبكه هاتف المحمول فراح يبدا يسحب من بياناتك، فيوصى انك تحط على واي فاي فقط. هذا الخيار مهم حتى ما تنسحب كل البيانات الموجوده في باقتك. فالان راح تروح على اللغه. بالنسبه للغه، اللعبه بتدعم اللغه العربيه، وراح تلاحظ انه هي تلقائيا محدده على اللغه العربيه على حسب لغه هاتفك، ولكن الدبلجه ما محمله، راح تكون انجليزيه. راح تنقر هون على تحميل وتبدا تحمل الدبلجه العربيه حتى تكون الكلمات والاصوات يعني والرسائل باللغه العربيه. مثل ما انكم ملاحظين تم تنزيل الحزمه وتطبيقها. خلص انا الان محدد على العربيه، هيك اصبحت عندي الاصوات كلها بالعربيه. لاحظوا انه في عندي خيار المتجر لشراء سكنات وما الى ذلك. راح تروح هون على اعلى الاختيار مثلا وتشوف السكنات الموجوده للاسلحه. مثل ما انكم ملاحظين في عندي سكنات. في عندي خيار هون بالعروض، بامكانك ايضا انك تشوف السكنات للاسلحه. بامكانك انك تعدل المركبات من خلال نقر هون على المركبات، وتشوف المركبات. كل مركبه انت بامكانك انك تعدلها بالطريقه اللي بدك اياها.
مثلا تكون المركبة اللي انت بدك تقودها صبطانتها بأي طريقة. مثل ما تكون ملاحظين بإمكانك انك تعدل كل هي الأمور. بإمكانك انك تروح على وحدة الأسلحة وتشوف الأسلحة الرشاشة اللي تكون راكبة على الدبابة. بإمكانك أيضا انك تنقر هون على المظهر لحتى تبدأ تاخذ سكنات للدبابة طبعا، ولكن بيكون مقفولة طبعا بالبداية. لازم يعني توصل لمراحل معينة لحتى تبدأ انك تفتحها. طبعا هي كل هاي السكنات هي قريبا مثل ما تكون ملاحظين لحد الآن هي مقفلة، قريبا رح تكون نازلة في اللعبة. لحد الآن يعني ما نزلت. بإمكانك انك تعدل كل المركبات تمام بالطريقة اللي بتناسبك. بإمكانك انك تنقر هون على العملاء وتعدل الشخصيات اللي انت بتلعب فيها، لان في اكثر من شخصية انت بتلعب فيهم. فبتنقر على الشخصية اللي انت فاتحها او الوصلة اللي عندها، وبتنقر على تعديل بهذا الشكل وبتبدأ تعدل كل التفاصيل. بإمكانك انك تنقر هون على عاطفي لحتى تاخذ شوية اشارات تمام. هاي الاشارات اثناء اللعب تستخدمها، بإمكانك انك تعدلها. بإمكانك انك تنقر هون على التنفيذ لحتى نشوف الحركات يلي بيعملها هي الشخصية. طبعا مثل ما انكم ملاحظين هو بيعرض لك اياها هون. طبعا هي الشخصية عندها الان حركة تنفيذ وحدة اللي هي الحركة مثل ما انكم شايفين الان. طبعا كل عميل او كل شخصية لها تفاصيل مختلفة عن الاخرى. لو نقرت على هي الشخصية ونقرت على تعديل رح نلاحظ انه في لها حركات تنفيذ مثلا ممكن تكون مختلفة عن الشخصية الاولى. فهذا الشيء بيختلف من شخصية الى شخصية، وممكن ينزلوا حركات جديدة مع الوقت. لو رحت هون على مستودع الاسلحة رح تشوف الاسلحة اللي انت بتمتلكها. بامكانك انك تعدلها ايضا بنفس الطريقة، تعدل الوانها، تعدل الملحقات من خلال نقر هون على الملحقات وتشوف الملحقات وتعدلها بالطريقة اللي بتناسبك. بس هي كانت يعني كل الاساسيات الموجودة في اللعبة حاليا بسيطة ما فيها كتير تعقيد. بامكانك انك تبدأ تلعبها بكل بساطة. لعبة جميلة جدا، بنصحكم انكم تحملوها وتجربوها. هذا كل شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.